خلاص يا كباتن، دلوقتي خلاص كله خلاص على هبة الاستعداد. الاهلي والزمالك خلاص ماتش السبت الجاي، وكله خلاص بيحضر اوراقه. ونغمت كل ماتش الاهلي اقوى من الزمالك، والزمالك هيشيل كتير والقصه دي. وخلاص المفروض دلوقتي جماهير الاهلي ولاعيبه الاهلي يكونوا استفادوا من ماتش السوبر الافريقي، لما الاهلي دخل بغرور وفي الاخر الاهلي خسر السوبر الافريقي. فدلوقتي الاهلي ما ينجريش ورا النغمه دي. والماتشات دي يا جماعه انا وانتوا عارفين انها ملهاش مقاييس، دي بترجع لحاله اللاعب اثناء المباراه. دلوقتي كولر دلوقتي عشان يسهل على نفسه ويسهل على جماهير الاهلي الفوز ان شاء الله على نادي الزمالك، التشكيل اللي من وجهه نظرنا اللي هيكسب نادي الاهلي اول شوط، ما يستناش الشوط الثاني. دلوقتي كابتن كولر يلعب ازاي؟ هيلعب ب 4-3-3. هيلعب ازاي؟ الشناوي، العش وربيعه. العش هقول لك ليه دلوقتي. كريم الدبيس، محمد هاني. هيبقى الشناوي، ربيعه، العش، الدبيس، محمد هاني. لا غنى عنه طبعا مروان 6. تمام. قفشه 8 بقى. قفشه واكرم توفيق. هنحتاج الماتش ده اكرم توفيق، وهو في الاخر هيلاعب كريم ندفيد. وهفكرك بس الماتش ده محتاج، معلش استحمله، اكرم توفيق الماتش ده حد يهد ويبوظ لعب هنا. تمام. هتقول لي امام عاشور. امام عاشور هلعبه ايه؟ هاف. هلعبه جناح. هلعبه جناح ليفت، وقدامه الناحيه التانيه جناح رايت الشحات، والعب بجراديسور. يبقى تاني يا كباتن، هيبقى الشناوي، العش، ربيعه، كريم الدبيس، محمد هاني. على الدايره مروان. التمانيتين قفشه واكرم. الهافين او الجناحين امام عاشور. ايوه امام عاشور والشحات وجراديسور. طب حد يقول لي طب وسام هتستغنى عنه؟ وسام بره هيبقى دكه، هو وبن شرقي. قوه ضربه بره. هيبقى وسام وبن شرقي وطاهر وليله كبيره بره. حلو كده. طيب ليه احنا قلنا امام يلعب هاف؟ انا عايز دلوقتي الجبهه اليمين عند الزمالك اللي فيها مين؟ زيزو. هتقول لي طب ما هو زيزو ما اتصاب. لا، انا وانت عارفين ان زيزو هيلعب اللقاء، الف سلام عليه، هيلعب اللقاء. فانا عايز اموت الناحيه اليمين او الجبهه اليمين بتاعت الزمالك اللي فيها ايه؟ عمر جابر بيعيش افضل فترات حياته، وزيزو. فانا الجبهه اليمين دي هوقفها ازاي؟ بالعش، واحد اشول هيعرف يخرجني بالكوره كويس جدا. قدامه كريم الدبيس، قدامه امام عاشور. الجبهه دي على طول هتبقى طالعه. يبقى عندك اتنين بيغطوا بيعملوا ريكفري ورا امام عاشور، والاتنين شول، الدبيس والعش. فده يخلي او يحجم عمر جابر ما يطلعش وزيزو يتقفل. حلو كده. عشان كده اخترت امام عاشور يلعب جناح، وده اللي هيعمله بالظبط كولر والايام بينا ان شاء الله باذن الله. فكولر دلوقتي لو بدأ بالتشكيل ده يا جماعه، الشوط الاول هيكسب وهيكسب مستريح. والشوط الثاني بقى هينزل بقى بن شرقي بقى ووسام. والشوط الثاني هيعمل ايه؟ هيطلع قفشه وينزل ندفيد. هيبقى اتنين، يبقى ندفيد واكرم توفيق يكسروا الماتش بقى في وسط الملعب، يبوظوا لعب، بس يكون الاهلي ضمن النتيجه. تاني كده بسرعه بس. هيلعب ازاي كولر عشان يكسب؟ زي ما قلنا الشناوي الاستوبرين، ربيعه والعش، محمد هاني والدبيس. على الدايره مروان. التمانيتين تعالى يا قفشه. تمانيتين قفشه واكرم. الهافين او الجناحين امام والشحات وجراديسار، اللعيب المميز التكتيكي عالي قوي، هيبقى هو ايه؟ الفيرود. العب كده يا كولر، ضمنت الشوط الاول مكسب مستريح على نادي الزمالك، والشوط الثاني نزل بن شرقي بقى وعيش. كل التوفيق للنادي الاهلي، وان شاء الله التشكيل ده هيبقى هو ايه؟ بنسبه كبيره هو ده تشكيل اهلي قدام نادي الزمالك الماتش الجاي يوم السبت. وان شاء الله تكون قمه تليق باعظم فرقتين في افريقيا. شكرا يا كباتن.